قصص مؤلمة لا تستطيع أن تتحملها. مثلا واحد من العمارة وهو بالسجن بعد التعذيب أدخلوا له أمه مقطوعة الرأس فانجن، ألحقوه مع مجموعة المجانين، وكان شخص يتبناهم هو الذي يغسلهم وضعهم في خيمة. وشخص آخر كان طالب جامعي، فعندما في يوم من الأيام وكان يريد أن يتزوج أو خطب بنت من الجامعة، هذه البنت تم فيدية بعد أيام ما حضرت، فعرف أنه تم اعتقال العائلة. يسأل ابنية ماكو، فقالوا له تم اعتقالهم، وكانت البنت معلقة بالسقف وهي عارية والدماء تقطر منها وهو ينظر لها حتى جن. والأخرى من أهل الحلة أخذوها هي وزوجها، وكانت متزوجة حديثا اسمها فاطمة. بالسجن أخذوا زوجها لدقائق كما قالوا لها ولم يرجع، بقيت في السجن قريب أسبوع. حاولوا ضباط الشرطة التحرش بها، لكن الله سبحانه وتعالى سترها عندما جاءوا ببعض العوائل الأخرى للتهجير معها. هجرت لوحدها وكانت حامل، وفي الطريق حصلت الولادة لها فسمت ابنها حدود. أخذوها إلى المخيم، والمخيم كانت تنتظر كل من يأتي تسأل عن أهلها. في يوم من الأيام دخلت وجبة من العوائل المهجرة فاحتضنتها أمرها تقول لها البقاء في حياتك. هذا مستغربة، ليش البقاء في حياتك؟ سألتهم عن أبوها وأمها، قالوا كانوا ويانا بالطريق فجر عليهم لغم وتوفوا. الإخواني قال اعتقلوهم ما يعرفون بين خبرهم. زوجي ماكو خبر، جنت وسميت فاطمة المخضلة، وقامت تفتر بالخيم ونسأت ابنها.